السلام عليكم. كنتمنى نلقاكم في هذا الفيديو في احسن الاحوال. كما كتشوفوا هذا النهار غادي نقدموا معكم واحد الطبق ديال الكنافه، كتجي زوينه بزاف ورائعه في المذاق، كتجي مقرمشه من على برا وزوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. هاد الكنافه كتجي عامره بالفرماج من الداخل، كتجي معلكه وكتجي زوينه بزاف، ماشي الكنافه الاخرى العاديه اللي كنعرفوا كتجي معمره غير بالكريمه اللي كتصايب من مايزينا وهذا والحليب وهذا. هذه لا، هذه كتجي معمره غير بالفرماج، عرفتي كيكون فيها واحد المذاق خطير بزاف، كتجي معلكه وفيها داك المذاق ديال الفرماج، كتجي زوينه بزاف. هانتوما تبعوا معايا الطريقه وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير ليها. هانتوما الشكل ديالها كيجي زوينه بزاف وكتجي راقيه وزوينه في المذاق، احسن من داك الكنافات اللي كيتباعوا في المحلات التجاريه ولا اللي كيصاوبوا كتجي اقتصاديه، وحتى هذه كتجي اقتصاديه بزاف كاع، حسوا ما فيهاش تماره كاع، ما فيهاش تماره بالمره. المهم هانتوما كما كتشوفوا عندي هنايا الكنافه، عندي نص كيلو ديال الكنافه، عندي هنايا جبن ديال الموتزاريلا، عندي هنايا سكر كلاصي، وهذا الجبن ديال ريكوتا كنشريو 2 علبات ديال ريكوتا وشويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا، جهد داك 25 درهم. كتبقى رخيصه بزاف وفي نفس الوقت كيجي المذاق ديالها خطير، كتجي واعره في المذاق، احسن من الكنافه الاخرى اللي كنصايبو غير بالكريمه ديال مايزينا. هذه كتجي زوينه بزاف. هانتوما تبعوا معايا الطريقه وشوفوا معايا المكونات كيفاش غادي نصايبها. هنا عندنا الكنافه كما كتشوفوا، كنحلوها هكذا مزيان، كنبقاو نحلو شويه بشويه حتى كتحلينا كامله، وعاد كنديروا لها الزبده. عندنا كاس ديال الزبده مخلط مع الزيت، كندوبوا الزبده وكنخلطوها مع الزيت. هاد نص كيلو ديال الكنافه كنخلطها مع كاس مخلط ديال الزيت ما بين الزيت والزبده. راه هذا الكاس هذا كندخلو كامل في الكنافه، راه ما زدت حتى شي حاجه مازال. من بعد كندير واحد 100 غرام ديال السكر كلاصي. المقادير دابا نكتبهم لكم في صندوق الوصف باش تجيكم المقادير مضبوطه وباش تطلع معكم الكنافه تجي زوينه. هاد السكر كلاصي كنديروه باش كتجي داك الكنافه كتجي محمره وكتجي زوينه. هانتوما كما شفتوا راه درت لها الزبده وسكر كلاصي، وكنبقاو ندخلو داك الزبده والسكر كلاصي شويه بشويه بحال كي كنديروا الشعليه داك الشعريه ديال الصفا، بحال هكذا كنبقاو نمشيو معاها شويه بشويه حتى كندخلو داكشي مزيان. صافي كما شفتوا كنبقاو ندخلو شويه بشويه حتى نشوفوها كلها تلبسات بالزبده وسكر كلاصي. من بعد منين كنصايبوها كلها مزيان كناخذوا واحد الطبسيل ديال البسطيله ولا ديال اللي كان عندكم في الدار، كندهنوه مزيان بالزبده باش ما تلصقش لينا، وكنبقاو نوزعوا بحال هكذا الكنافه كما كتشوفوا. كنحطوها، راه الفيديو راه واضح كيوضح كلشي، والجنيبات كنطلعوا من الجناب هكذا بحال هكذا. هانتوما شوفوا كي كندير ليها، كنطلعوا الجناب بحال هكذا باش منين كنديروا داك الفرماج ما كيسيح ليناش مع الجناب، ما تيخرجش، لان غنديروا فيها غير الفرماج بوحديتو، ما غنديروش فيها شي حاجه اخرى. ضروري ما كنطلعوا داك الجناب باش كيجيو طالعين باش ما كتخرجش لينا داك الفرماج اللي كنديروا لداخل. صافي كنعمروا الطبسيل ديالنا بحال هكذا بالكنافه، كناخذوا بعدا داك نص كيلو ديال الكنافه راه تنقسموه على 3 المرات، على 3 ديال الثلث. بحال دابا هاد التفريشه الاولانيه راه كنديروها اكثر من الفوقانيه باش كتجي
باش ما كيسيح ليناش الفرماج لتحت. راك خليت غير شويه باش نغطيها صافي، اما راه بزاف النص كامل اكثر من النص درتو هنايا لتحت في الطبسيل صافي. وكنبركو عليها بحال هكذا بشي زلافه ولا كاس، حتى كنبركو عليها مزيان بحال هكذا حتى كنحسوا بها كلها لصقات والجنيبات راهم طالعين كما كتشوفوا. من بعد كناخذوا الجبنه ديال الريكوطا بحال هكذا كنستفوها، كنسرحوها هكذا مزيان كلها حتى كنشوفوها كلها حتى كنعمروا الجنيبات كاملين ونقادوها مزيان. ومن بعد كنزيدوا هذه كنزيدوا الفرماج ديال الموتزاريلا محكوك صافي، حتى هو كنسرحوه بحال هكذا. كناخذوا الفرماج المزيان اللي كيتجبد صافي. حنا سالينا الكنافه ديالنا، من بعد كنغطيوها بداك الكنافه اللي بقات لينا، كنغطيوها مزيان حتى ما كيبقاش الفرماج كيبان. وكنبقاو غاديين معاها شويه بشويه بحال هكا، وحنا كنغطيو حتى كنشوفوها كلها تغطات مزيان. كتبان لينا شي بلاصه ما مازال ناقص فيها، كنزيدوا فيها داك الكنافه، ومن بعد كنبقاو نبركوا عليها بحال هكذا بحال كنقرصوا الخبز بحال هكذا. كنبقاو نبركوا عليها مزيان باش ما كتبقاش طالعه صافي. من بعد كنديروها في الفران، كنشعلوا عليها الفوق والتحت وكنخليوها طيب على مهلها باش كطيب مزيان صافي. وكنسقيوها بالسيرو. هاد السيرو راه ديجا كان عندي مصيب. كنديروا غير كاس، جوج كيسان ديال السنيده وكاس ديال الماء وواحد معلقه ديال الحامض صافي. من بعد كنخليوه كيطيب حتى كيعقد. هذا هو السيرو باش كنصايبوها، ومن بعد كنسقيوها. السيرو كيكون بارد السيرو باش كنسقيوها صافي. من بعد كنزينوها بالبيستاج صافي بحال هكذا كنزينوها. وانتم زينوها باش ما بغيتو، زينوها بالكوك ولا باللوز ولا اللي كان عندكم في الدار يمكن لكم تزينوها بها. هانتوما الشكل النهائي ديالها شتيهم كي كتجي كلها محمره مقاده، وزدت لها شويه ديال الورد البلدي باش كيعطيها المنظر. المهم ها هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى من الفيديو تكون عجباتكم، وما تنساونيش باللي لايك ديالكم والبارطاج. علاش لا الا عجبكم فيديو وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد ديال لا فيديو ديالي. وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.